مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومتابعينا متابعي إذاعة بوير اف ام على الموجة 103.5 ومشاهدي إذاعتنا عبر البث المباشر على صفحتي الإذاعة بوير عربي وراديو بوير. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. رح كون أنا معكم عماد خلف من وراء الميكروفون، زملائي بالكنترول شيرين وشيزر، ضيفتي بالاستوديو الضيفة العزيزة الدكتورة سمر شيخ بكر، أخصائية بأمراض النساء وجراحتها. اسمحوا لي رحب بضيفتنا لحتى نبدأ بلقائنا. يسعد مساكي دكتورة. أهلين وسهلين، أهلين فيك. شكرا لك على حضورك للاستديو، ونتمنى أنه المستمعين يستفيدوا من هاللقاء والمعلومات القيمة إن شاء الله. مستمعينا، أي حدا حابب ينضم لنا لا تترددوا، شيلوا السماعة واتصلوا معنا عبر الرقم الأرضي 429 101. فيكن يلي برات البلد عبر أي كومنت أو تعليق تكتبوا السؤال بالبث المباشر مثل ما ذكرنا، راديو بوير وبوير عربي، رح نجاوب على أسئلتكم. أيضا يلي حابين عبر الواتساب برسالة 093 82 80 81 4. موضوعنا موضوع مهم كتير، بيخص شريحة معينة، أو خلينا نحكي هي من أمراض النساء، ومن الأمراض الشائعة اللي بتنطوي تحت أمراض النساء، هو تكيس المبايض. يا ترى أو المبيض إذا جاز التعبير، الدكتورة يعني تصحح لنا المصطلح إذا جاز التعبير. يا ترى شو هو، شو الأعراض، شو الأسباب، والعلاج كيف بيكون؟ كتير من الأسئلة رح نطرحها على ضيفتنا الدكتورة سمر. بداية المدخل لموضوعنا دكتورة، شو هو تكيس المبايض؟ تكيس المبايض هو نحن في شيء في الطب اسمه مرض وفي شيء اسمه متلازمة. المرض يعني شيء معين، بس المتلازمة عدة مشاكل مع بعض. أيوة. وتكيس المبايض يعتبر عدة مشاكل مع بعض. واحد منها أساسي اللي هو مرض العصر السمنة. ثاني شيء الشعرانية عند النساء. ولما تبدأ في سن البلوغ اضطراب في نظم الطمس ونظم شغل المبيض. يعني ما في نظام في شغل المبيض، فما في تبويض. فهذا بالتالي لما تتزوج البنت تتفاجأ انه هي تتأخر في الإنجاب تماما. إيه، فيلعب دور أساسي هو في حاليا في أكثر أسباب العقم انتشارا هلا تكيس المبايض. إذا دائما طبيب النساء لما بيلجأ لموضوع العقم ولينبش بموضوع العقم أكيد بيرجع لهالموضوع هذا، ياخذ علامات التكيس بعين الاعتبار، لأنه هذا الشائع وهذا المنتشر وهذا كمان من الصعب تدبيره. تماما. إيه. دكتورة، شو هن الأعراض اللي شوي شرحتي لنا شوي إنه الأعراض اللي بتظهر على الصبية أو المرأة المتزوجة اللي بتظهر على المدام، أو خلينا لا بيأشر إنه مع أكياس مبيض أو تكلس أول مبيض؟ شيء السمنة والسمنة خاصة المركزية، اللي يعني تتجاوز من الورك لحد الكتفين، فتشوف البدانة يعني. البدانة بس في القسم العلوي من الجسم أكثر من السفلي، تشمل القسم العلوي أكثر من السفلي. سمنة التفاحة يعني، سمنة نظام التفاحة أو الكمثرى بالعكس يعني هالمرة. تاني شيء الشعرانية. أيوة. أكثر شيء تيجي البنات يصير عندها شعرانية في المناطق الغير مرغوب فيها، تمثل مثل نمط الذكورة، يعني يخف شعر الرأس، يكتر في المناطق اللي المفروض ما تكون فيها، منطقة الشاربين، الذقن، حول حلمتي الثدي، من السرة للأسفل، مثلث من السرة للأسفل، جانب الفخذين، هذا في يصير شعرانية زيادة عند البنت، يعني مناظر ذكورية. وتتفاوت هالحالة، في قليل نساء نحيفات يصيبن هالحالة، بس على الغالب بنسبة 90% عند البدينات. عمليا إيش تلاحظ المرأة؟ إيش تشوف؟ ما بتشوف دورة منتظمة، أحيانا يوصل لشهرين 3، وفي حالات نادرة ما تطمس نهائيا، ما تجي دورة نهائيا. طبعا هالحالات اللي ما تجي دورة نهائيا حالات قليلة، بس على الأغلب يتمثل بتباعد نظام الدورات. يعني المعروف إنه المرأة بمعدل كل شهر، يعني بأقل ب5 أيام، بأكثر ب5 أيام المفروض تشوف دورة دموية. فهذا الشيء تقريبا ينتفي عند هدول المرضى اللي عندهم تكيس مبايض. هاي بالنسبة للأعراض. تمام. دكتورة، هالحالات هاي إذا جاز التعبير إنه هي حالة، يا ترى بيكون يعني ألم صامت؟ أحيانا في الألم هو مؤشر لشيء، لوجود لمرض، لحالة معينة. الشخص المصاب أو المرأة المصابة أو الصبية المصابة بهالحالة بتعاني من وجع ولا لا والله، مرض صامت؟ للأسف إنه ما له معاناته داخلية يشعر فيها الشخص نفسه. الشعرانية
والتباعد الدورات واضطراب تمام. نظم الدورة. فقط. يعني المريض فقط بيشعر فيها، ما حدا من المحيط يلاحظ عليه وما في شكوى. آه. دكتور لا دكتورة، لو نلجأ لموضوع الأسباب وعوامل الخطورة، يا ترى هي شو هن الأسباب والله الرئيسية؟ الأسباب يعني الوراثة إلها دور، طبعا الوراثة إلها مهم. دور كتير، بس طريقة حياتنا العصرية إلها دور أكبر هلا حاليا. يعني نحن نعتبر المريض اللي لما يجي لعنا ويعاني من تكيس المبايض لازم نبعده عن كل شيء جاهز ويحوي مواد حافظة، كل شيء. يعني تشوف دائما تغذيتهم هدول معلبات تغذية يعني، المعلبات، أكلات الأكلات الجاهزة، الوجبات السريعة، نعم. هالأشياء تاني تساهم بشكل شديد بهالموضوع. ملاحظة مهمة ايه لمستمعاتنا. ايه مهم. خاصة اللي عندهم اضطراب نظم دورة لازم المفروض ويشوفوا حالهم عم يسمنوا ويشوفوا حالهم شعرانية مو مثل النساء العاديات، فالمفروض ينتبهوا لهالموضوع ويدققوا على نوعية الأكل. مم. مم. لو نحكي عن عوامل الخطورة بالنسبة للأسباب، يعني الأسباب ذكرتينا إياهن، مم. إنه لوين رح يوصل الموضوع هذا يعني؟ ايه وصل لمشاكل فيما بعد تعاني المرأة من العقم، مهم. فيما بعد تعاني صعوبة في الحصول على حمل، حمل. واحيانا ممكن يسبب عقم نهائي ما تنجب نهائيا. بس بنسبه اكبر يعني صعوبه، يعني لبين ما نصل لحل يعني نبدا نحن خطوه بخطوه. اول شيء تنزيل الوزن، نحدد نوعيه الاكل، نحاول نتدخل بنظام الدوره، ننظم خربطه الهرمونات الموجوده، ننزل هرمون الذكوره، لانه هيك المرضى يتميزون كثير منهم بارتفاع هرمون الذكوره اكثر من النساء العاديات. اضطراب يعني. بشكل طبيعي موجود هرمون الذكورة عند المرأة، بس هذا حيرتفع عندها أكثر من الطبيعي. نحاول ننزل هرمون الذكورة. آخر دواء نصل لمرحلة نحن إنه المبيض شلون يصير وضعه، يصير عليه قشرة سميكة تمنع خروج البيوض بشكل دوري وشهري. مهم. فنحن آخر الدواء هو الكي. فآخر شيء نلجأ للشيء الحديث المعالج عن طريق التنظير. نتدخل بالتنظير ونعمل عدة ثقوب بالمبيضين مشان نخفف سماكة هالقشرة اللي تمنع خروج البيوض، مشان البيضة تشوف طريقة للخروج من قشر المبيض. مهم. فيعني هالثقوب تساعد وتحل الموضوع بشكل جزئي، بس تعتبر آخر دواء. تمام. اكيد رح نحكي عن موضوع العلاج وايمت بيكون دوائي حتى او جراحي. يا ترى دكتوره المضاعفات اللي بتنتج عن تكلس المبيض او هلا دكتوره مشان نوضح لمستمعينا، بنسمع بالعاميه شخص او مثلا مريضه راحت عن طبيبه نسائيه بتقول لها انه معك اكياس مبيض، يا ترى شو الفرق بيناتهم لحتى يعني نوضح؟ هلا في اكياس مبيض عابره. الاكياس المبيض العابره الكبيره هي بنسبه 95% تتراجع عند النساء على العلاج العادي بشكل محافظ. بس اللي الصعبة هي الصغيرة اللي حجمها يعني ما بين أكبر من 1 سنتي وأقل من 3 سنتي، بس بشكل عديد. يعني تشمل، يعني أنت تخيل المبيض ككرة، ففي المحيط تماما واحدة بجنب الثانية واحدة بجنب الثانية يعني. إيه، فنحن لازم تتجاوز 13 ل 14 جريب في كل مبيض حتى نقول عليه مبيض متعدد الأكياس. بالإضافة إنه شلون تكون في سماكة جوات المبيض، يعني بالقشر يتعبى أكياس غير مفجورة بس بحجم صغير، وبالوسط يكون في سماكة، في مخزون عالي من البيوض ما مسموح له يطلع نتيجة السماكة اللي تصير بقشر المبيض ويؤدي إلى عدم خروج البويضات. تمام. عرفت علي؟ فهي مو مثل الأكياس العادية اللي تتعالج مثلا بدورة حب مانع أو عراحة، ممكن تتراجع الأكياس العابرة وهي بنسبة 95% اللي تتجاوز 3 سنتي. هاي نحن نعتبرها أكياس مبيض. بس اللي معندة على العلاج هي التكيس المبايض. تمام. دكتورة ذكرتي ضمن سياق حديثك موضوع الموانع الحمل، يا ترى شو لهم علاقة ودور؟ موانع الحمل يعني بيأثر على موضوع المبيض؟ طبعا. أول شيء له دور في تخفيض هرمون الذكورة. تاني شيء يعني أنت لما تمنع المبيض من الإباضة بشكل خارجي عم تشجع تحفز الوظيفة الداخلية. فنحن لما نعطي هالفترة الراحة للمبيض، كتير من الأجربة اللي نوت إنه تصير بويضة وما طلعت وما انفجرت، فتعطي راحة للمبيض تمتص يتراجع حجمه. كتير أحيانا يتراجع حجمه ويساهم
حب المانع بتذويب هالأكياس له فائدة بهالموضوع. تماما. فعند العازبات نحن مو اللي راغب، يعني نحن ندبر الموضوع حسب وضع المريضة. مثلا وحدة عزبة مو مثل وحدة تريد تفكر تجيب أولاد، فاللي تفكر تجيب أولاد نعالجها بمحرضات، أما اللي عزبة ممكن نعطيها حب مانع كمان. تماما. حابب أذكر مستمعينا أو مستمعاتنا للي عم يسمعونا إذا حابين تنضموا لنا فيكم تنضموا عبر الرقم الأرضي 429 101 أو عبر البث المباشر بوير عربي وراديو بوير. عبر كومنت رح نجاوب على أسئلتكم، أيضا عبر الواتساب 093 82 80 81 4. ضيفتنا الدكتورة سمر شيخ بكر، أخصائية بأمراض النساء وجراحتها. عم نحكي عن موضوع تكيس المبايض أو المبيض. يعني شرحت لنا كتير نقاط مهمة. بنتمنى يعني المستمعاتنا يشاركوا رابط الحلقة لحتى زملائكم وأصدقائكم بالصفحة يستفيدوا من هالمعلومات القيمة من الدكتورة سمر شيخ بكر. دكتورة، كيف كطبيبة نسائي كيف بتشخصوا المرض انه خلص هالمرض هذا هو تكيس مبايض؟ شو الإجراءات التشخيصية عندكم؟ إيكو، تحاليل؟ نحن من أول ما تدخل المريضة على الباب نحن نعرف انه هاي المريضة مريضة تكيس. فراسة دكتورة نعتبرها ولا فراسة وخبرة وتيب المريضة من سلف ان نحن نعرف المريضة السحنة المريضة عندها سمنة مركزية. أيوة. عندها شعرانية نحن نلاحظها، اي انسان عادي ما يلاحظها، حتى لو لعبانة بالشعر وشايلته نحن نلاحظ عليه. ومجرد ما تقعد نعرف انه تدور على اولادنا نقدر نحدد المشكلة تماما. اما نروح نحن للتشخيصات نعمل تقييمات هرمونية. واحد من وأهم شيء واللي يساهم في تحديد المشكلة وتشخيص المشكلة هرمون الذكورة. لأنه إذا أنت عملت هرمون الذكورة وشفت فيه ارتفاع بالإضافة إلى منظر المبيض بالتصوير بالأمواج فوق الصوتية يعني الإيكو، فتقدر تحدد المشكلة تماما. يعني هي بالإضافة لتيب وسحنة المريضة والقصة المرضية والقصة المرضية بس هي يعني مباشرة المريض نحن من حالنا نحن نعرف مباشرة هاي المريضة هيك وضعها تماما. العلاج لما بتوصلوا بعد التشخيص أكيد بتكون تعالجوا المريضة سواء كانت علاج دوائي أو حكيت على العلاج. في كتير ناس نحن هي العلاج حاليا هو ضبط هرمون الإنسولين. بإيش هي؟ منظمات سكر الدم، منظم سكر الدم مو خافض سكر الدم. وهذا صار ثورة في هالمشكلة. هلا المستمع بيسأل دكتورة إنه تشوف مريض سكري، تشوف مريض سكري كتير أحيانا نحن أول ما بدأ هالعلاج كان يروحوا على الصيدلي يقول هذا دواء سكري ليش يعطيك إياه الدواء هذا؟ تماماً. المريض ما يتقبل الدواء يقول أنا ما معي سكري ليش تعطيني؟ بس هو الأساس خلل في استقلاب الأنسولين. أيوة. فهذا الهرمون ينضبط إذا عطيته هالدواء، فما يعني ما يترك مجال لهالهرمون اللي ما يشتغل شغله الحقيقي ويؤدي لتراكم الدهون في البطن. فبالتالي نحن ننظم عمل هالهرمون منظم سكر الدم مو خافض سكر الدم، منظم سكر الدم. فتشوف مع الأيام وش قد ما ياخد فترة طويلة يعطي فائدة أفضل. أيوة. يعني مو أنه أنا أخذت شهر وشهرين وثلاثة أشوف فائدة، لا، ممكن الموضوع المريضة هلا مثلا عندها تباعد طموس. يعني أنا كان عندي مريضة مرة 9 شهور ما تشوف دورة ولسه عزبة، ما عطيتها قلت بما أنك مانك متزوجة خلينا هلا نحن على المتفورمين. الله وكيل وصلت لكل شهر فقط على منظم سكر الدم. بس نحن نظمنا عمل الانسولين في الجسم ونظمنا هضم السكر في الدم انتظمت عند الدورة. دكتورة هلا بتعملوا تحاليل دموية يعني المعايير السكر دم بتظهر عندكم انه ارقام عاليه او لا 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 لا, لا المريضه ما يكون معها سكر. المريضه ما يكون معها سكر، ما بتعتمدوا على لا موضوع لا لا. ارقام السكري يعني. ما ولا نعمل تحليل للسكر اصلا. أيوة. نحن الا اذا بدت على المريضه اعراض سكري نطلبها، والا نحن لما نقيم هالمشكله نحن نروح للهرمونات. يعني نروح للهرمونات الخاصه بالتبويض فيطلع فيها خلل. تمام. الهرمونات المسؤوله عن احداث الاباضه فيصير فيها خلل. فنحن من هالخربطة الهرمونية بالإضافة ليطلع عنا مخزون المبيض، يطلع عنا مخزون المبيض أضعاف المريضة الطبيعية، 3 أضعاف 4 أضعاف المريضة الطبيعية. ليش؟ لأنه ما مستهلك.
ما في إباضة عند المرأة، فكله يتخزن ويتجمع بالمبيض ويؤدي إلى تضخم المبيض ايوه وتجمع الأجربة في محيط المبيض. تماما. هيك. معناتها من جملة التحاليل اللي بتطلبوها للمريضة هي تحليل سكر الدم كمان دكتورة؟ لا ما ما نطلب بتعتمدوا إلا عليها؟ لا ما نعتمد على تحليل سكر بهيك الدم. حالات دكتورة بتلجأوا للاستشارة الطبيب غدة ودرق مثلا؟ والله نحن نعمل تقييم للدرق، إذا شفنا فيه خلل نطلب استشارة غدة، بس إذا شفنا الأمور الغدة جيدة ما نتدخل. بس حتى نحن أحيانا جزء من العلاج ممكن نحن حتى بدون ما يكون عند المريضة أي إصابة بالغدة نعطي هرمون تنشيط الغدة الدرقية، لأنه الغدة الدرقية مسؤولة عن الاستقلاب في الجسم وهضم هضم، يعني هي تستخدم الطاقة. فأنت لما تزيد هدم الطاقة بتنشيط الغدة الدرقية تساعد في تنزيل الوزن. أيوة. اللي هو جزء أساسي من المشكلة. نعم. فنحن حتى المريضة لو عندها الدرق سوي فممكن أدخلها أنا بفرط نشاط بأنه أعطيها هرمون الغدة الدرقية لو ما تكون بحاجة، بس مشان أساهم في هدم في هدم الخلايا اللي تسبب للسمنة. تماما. حابب أذكر مستمعينا للي عم يسمعونا ضيفتنا بالاستديو الدكتورة سمر شيخ بكر، أخصائية بأمراض النساء وجراحتها. موضوعنا مهم كتير، أي حدا حابب ينضم لنا فيكن تشيلوا السماعة وتتصلوا معنا 429-101 لسكان مدينة القامشلي. يلي برات البلد عبر الرسائل الواتساب أو رسائل البث المباشر بويار عربي، الأرقام والعناوين واضحة على الشاشة. بويار عربي وراديو بويار على بر الواتساب برسالة 093-82-80-81-4. طبعا يعني قرب موضوعنا للانتهاء، ولكن أي حدا حابب ينضم مع يعني باب الأسئلة مفتوحة. دكتورة، هل الحالات هاي بتصيب يعني ضمن سياق حديثك أنا استنتجت إنه الحالات هاي بتصيب يعني الغير متزوجات والمتزوجات طبعا. لو تشرحي لنا شوي إنه هي تبدأ أصلا من سن البلوغ. يعني تبدأ من سن البلوغ. إما تتفاجأ فيها المرأة وتعرفها، يعني ممكن الأهل يلاحظوا إنه لما تكون عزبة إنه والله ما عم يجيها دورة بشكل منتظم وكتير متباعد بالسنة مرة مرتين ثلاثة اللي تجيها الدورة، ممكن وقت الأهل يسألوا. بس وإلا في أغلب الأحوال يعني بعد ما تتزوج المرأة وتشوف ما في دورة منتظمة ويما تتأخر عند الدورة وتعمل تحليل حمل يطلع ما في حمل، حتى تروح جديد تسأل على حالة وتشخص الحالة عندها. تماما. يعني تعاني من صعوبة في الإنجاب أو تأخر في الإنجاب حتى تكتشف المشكلة. تمام. أحد المشاهدين هو مقيم ببرات البلد وطالب صيدلي، هو عم يسأل إنه يا دكتورة إنه شو نقدم مساعدة بهالحالة، وشكرا لكم. طبعا بيكرر السؤال إنه هل ممكن تسأل الدكتورة إنه أكل السكريات بيساعد المريضة؟ لا والله يزيد مشكلتها. أيوة. أي والله. أكل السكريات وكل شيء يزيد الحريرات في الجسم ويزيد الوارد الغذائي في الجسم، وخاصة الوجبات السريعة والأشياء اللي من الشيء اللي فيها مواد حافظة بتزيد مشكلتها. هو ربما فهي لازم تعتمد. فنحن دائما يعني هذا نصيحة عامة لكل البنات، شفتي كسب وزن زيادة عن اللزوم بيسبب لك وشفتي عندك اضطراب في نظم الدورة، سلفا بحط حد لهالموضوع. تماما. لأنه بيد الواحد، إذا الواحد ما قدر يسيطر على كمية أكله على إيش يقدر يسيطر يعني. أكيد. الدكتورة بتحطوا كورس مثلا غذائي أو رياضة معينة للي عندهم يعني باعتبار فيها هدم للخلايا بتحطوا كورس للمرضى؟ طبعا لازم نحن نحط. هو نحن دائما على مبدأ أي ريجيم تيكون كويس. شلون تيكون كويس ومفيد؟ نحن لازم يعرف كل إنسان إنه الخضار ما بتسمن، الخضار ما تسمن، البروتينات ما تسمن. البروتينات يعني مو واحد تيعمل حمية يفكر حاله تيدخل في فقر دم، لا، انت خلي التغذية بروتينية. ايش معناته بروتينية؟ يعني اكل بيض على راحتي، حلو. اكل لحم احمر على راحتي، ما حيسمن، وبالعكس يقوت الانسان. يعني انت مثلا الصبح اكلت لك بيضتين ممكن ما تجوع للعصر. صح. وتعرف ايش قد في كل بيضة؟ 70 حريرة، بينما تروح تاخذ رغيف خبز فيه 400 حريرة. طبعا. فأنا باكل بيضتين بدون خبز حصلت على 140، بينما أكلت رغيف خبز صغير هالخبز السياحي فيه 400 حريرة. تماما. لا، بروح اللي على بيضتين وأظل جوعان ساند طولي للعصر أحسن. يعني هذا أقول التغذية البروتينية. اللحم الأحمر ما يسمن، بالعكس ما ينقصك، لا يسوي لك فقر دم، وما يعطيك كامل الفيتامينات مع الخضار وبدون ما تحتاج إنه تجوع حالك طول النهار وعينك في كل شيء. يعني أكتر شيء يمسك يعني يساعد الإنسان إنه يقدر يصمد قدام الحمية البروتين. يعني لحم أحمر، لحم أبيض، صدر دجاج مثلا،
فينه الإنسان يصمد على الجوع، تماما. أنت تشتهي على أكتر شيء ممكن يسد جوعك ويسد العين قبل أكيد. الفم، البروتينات تماما. واللحم طبعا. فطبعا نحن نقول غير المدهن. ودائما حسبوا بني آدم بضع لقيمات أن أكيد تقوم أودها. أكيد. فيعني المفروض الواحد يعني لما يقعد على الأكل ينتبه لوين وصل كمية الأكل. خليني تحت عظم القص، مو أصل لمستوى الحلق. معنا اتصال عبر الرقم الأرضي 429. دكتورة ممكن تحطي السماعة لحتى تسمعي المتصل أو المتصلة. معنا اتصال عبر الرقم الأرضي 429 101. ألو، مساء الخير. ألو، مساء الخير. الو، مساء النور. أهلا وسهلا دكتورة، عم تسمعيك، تفضلي، عارفي عن حالك؟ كيفك دكتورة؟ ان شاء الله بخير. أهلا وسهلا، أهلين يا هلا. بدي اسألك شو سبب تكيس المبايض وعم تصير، ويا ترى شو علاجها، ويعني هل تتأثر على الإنجاب ولا لا؟ هذا أصلا كان موضوع حديثنا. طبعا الوراثة إلى دور، اه، الوراثة إلى دور، طريقة التغذية شو إلى سبب دور. هالتكيس وقت تصير يعني؟ خلقي يعني تطلع الوحدة سلفا اه، مع تكيس، يعني تجي سلفا مع تكيس. ايش اللي يساهم ايوه، ويفاقم الموضوع؟ طريقة المعيشة. يعني التغذية، أنا شفت ها حالي ها، سمني ما مثل أقراني. يعني أنا بالصف العاشر أنا وزني أزود من أقراني. خلص تنتبه للمشكلة. اه، نظام اه، الدورة عندي مو مثل أقراني، تنتبه على المشكلة. ايوه، العلاج قبل كل شيء شخصي، قبل كل شيء شخصي. ها شفتوا ها، حالي انا طلعت برات الخط، عم اسمن، عم تخرب الدوره. اي حدا، ما ضل حدا غشيم، كل العالم تدخل على الانترنت وتعرف اثار السمنه وتاثيراتها السلبيه. طبعا هذا قصدي انه الموضوع. دكتورة يعني هل بتأثر على الحمل ولا ايه لا؟ طبعا يعني طبعا طبعا. تتأخر الحمل وهي كتير احيان اه، هي بنسبه 30% من اسباب العقم الحالي. وحتى حاليا حسب نحن النسب اللي نشوفها بالعياده يمكن توصل لنص الحالات اللي ما بتحمل يكون معها تكيس مبايض. امم اي والله. ضل شي أسئلة يعطيك تانية؟ ألف عافية اهلا دكتورة. أهلا وسهلا، وسهلا. لا يا هلا تساعد يا أهلا هلا. وسهلا. صرت يا شاطرة أهلا يا وسهلا. مم. رح نعطي مجال دقيقتين أيضا لأي حدا حابب ينضم لنا. الدكتورة بخدمتكم أكيد، والبرنامج لخدمة المستمعين. أي حدا حابب يعني يتصل بالأرضي. أما الواتساب بس المباشر، أي رسالة بتكتبوا أكيد رح تجاوب عليها الدكتورة سمر شيخ بكر، أخصائية أمراض نسائية وجراحتها. رح نشوف آخر رسالة دكتور، إذا في حدا، أي حد، يعطيك ألف عافية. أهلا وسهلا فيك. لكل المستمعين والمشاهدين اللي عم يسمعونا، سلاماتنا للعائلة الكريمة أيضا عم يشاهدوكم، مم. لكل أفراد العائلة. مم. مستمعينا، أي حدا حابب ينضم لنا أو يسأل، معنا أي مانع. دكتورة بخدمتكم. دكتورة، نصائح، بنختم لقائنا بنصائح. نصائح، والله نصائح هالشباب الطالع والبنات الطالعة واللي لسه مقبلة على الزواج أو اللي متزوجة وعم بتعاني من العقم وتشوف حالها سمينة. لازم يكون في دافع شخصي لتنزيل الوزن. يعني صحيح يجوا لعنا المرضى، بس إذا تجيني مرضى أعطيتها أنا فرضا فاصل 3 شهور وإجتني بنفس الوزن، إذا ما عم تساعد نفسها. فنحن نريد يعني يكون التقويم أول شيء من الشخص ذاته. يعني هو يعرف انه السمنه لها دور كبير في الموضوع. فانا بساهم بساعد الطبيب وبساعد نفسي بالاول. صح. يعني ايه، وببتعد عن طرق التغذيه كل شيء المعلبة. يعطيك شبع بشكل سريع راح يأثر عليك بشكل سلبي. أيوة. اسمها الوجبات السريعة، لا انطبخت مزبوط، صح. لا تعقمت مزبوط. يعني من كل النواحي هالوجبات السريعة تلعب دور سلبي. وللأسف كل ما الإقبال عليها بيزيد ويصير الابتعاد عن الأشياء الصحية. اي والله. شكرا مم. لكم دكتورة سمر شيخ بكر على هالمعلومات القيمة والاستضافة الحلوة والحضور الجميل. يا على سلام. أمل مم. نلقاكم بحلقات أخرى. شكرا لكم دكتورة. أهلين وسهلين. ألف شكر لكم مستمعينا ومتابعينا على حسن المتابعة. على أمل نلقاكم الأسبوع القادم بضيف جديد وحلقة جديدة. تضلوا بخير وسلامة.